السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نوجد معكم واحد حاله ديجيستيف. هو عباره على بسكوت ديجيستيف. علبه وحده، نحتاجو علبه وحده مطحونه، غنحتاجو علبه قشطه، غادي نحتاجو زبده الفول السوداني 2 ملعقتين، غادي نحتاجو 2 علب اوريو مطحون، علبه حليب مركز، و4 جبن يا اما مثلث او مربع اللي متوفر عندك. وعندي 4 ديال العلب جالاكسي غادي ندوبهم وغادي نخلط معاهم القشطه وغيكون فيهم تزيين في الاخير. وخاصنا ضروري يكون عندنا الكاسات الورق. اللي ما عندكش هذا البسكوت هذا ممكن تستعملي اي بسكوت شاي عندك، ممكن تصاوبي به الوصفه. ندوزو بسم الله على الطبقه الاولى قلنا البسكوت الديجيستيف مطحون. غادي نزيد ليه، نضيف ليه 2 معالق كبار ديال زبده الفول السوداني. هذه الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه، نحتاجو القشطه، ما غاديش نديرها كلها ولكن غندير غير شويه وغادي نشوف الى تجمعت لي مزيان. حتى الا كانت محتاجه غادي نزيد، ما كانتش محتاجه صافي. منين جمعتها مزيان ما احتاجيتش كاع نكمل على العلبه كلها. هذا اللي بقى ليا فيه غادي نزيدو مع الشكلاط، وهو اللي غنزين به في الاخر، غنحطو حتى الاخر. هذه الطبقه الاولى صافي تجمعات مزيان، ولات عجينه، عجين كيتكور. غناخدو الكاسات الورق، وغادي نحطو منين كله درت ليه بحال هاد الشكل. دابا غادي ندير الطبقه الثانيه هي اللي اوريو مطحون على حليب مركز. غادي نديرو نص علبه حليب مركز. غادي نطحنهم ونرجع. منين طحنتو كيولي بحال هذا الشكل هذا، كيولي بحال هكا. غادي نكبو هنايا وباش يجيني ساهل في الخدمه. من بعد ما دوبت الشكلاط الجالاكسي غادي نزيد فيه شويه ديال القشطه، وبيه غتكون الطبقه الاخيره. دابا غادي نحطو فوق الطبقه هاد الشكلاط الطبقه الاخيره.
من بعد ما كملت الطبقه الاخيره غادي ندخلهم الثلاجه ونتلاقاو من بعد ما يخرجوا في التقديم النهائي. من بعد ما شدات راسها في الثلاجه غادي نحلها، نقطع غير نقص شويه من هنايا باش يجي من الجوانب بسهوله كتحيد. هذا هو الشكل النهائي مع قهوة عربية ومرحبا. اللي عجبو الفيديو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك.